السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض جراب مصحف. المصحف مقاسه هو مصحف متوسط، مقاسه 13 سنتي ونص عرض و19 سنتي طول، وطبعا في الجنب هنا 2 سنتي ونص. هنجمع عرض الوش والظهر مع الجنب ونعمل عدد سلاسل يناسب العرض ده، وهنشتغل سطور لغاية لما نوصل لل 19 سنتي ونص الطول. اول حاجه هنشتغل بخيط برنسيس ستار كلاسيك. الخيط ده يا جماعه فتله متوسطه، الاقرب الى الرفيعه يعني. والخيط بريميوم اكليريك 100% صوف. الشله 300، الشله 100 جرام و300 متر. البيانات بتاعتها اهي: 100 جرام 300 متر. خيط تركي حلو جدا، وبنشتغله مكتوب عليه البيانات برضو بإبرة كروشيه 4، ولو إبرة تريكو بتبقى إبرة 5. احنا طبعا هنشتغل بإبر الكروشيه 4 اهي زي ما احنا شايفين. هنشتغل بلونين، اللون الأوف وايت واللون البامبا. طبعا عايزة تحطي 3 ألوان ماشي، هتشتغلي بنفس الخطوات بس هتضيفي لون تالت. خلاص، أو ينفع برضه تشتغلي بلون واحد مفيش مشكلة، سواء الفاتح أو الألوان أيا كان يعني اللي هتشتغليه. أول حاجة هنعملها عشان ما نبهدلش الدنيا وتتكرر معاكي سهل، انا هطلعها. العرض اللي قلنا عليه هنشتغله حوالي من 50 ل55 سلسلة. ممكن نكتر او نقلل على حسب، لو الخيط سميك شوية هتبقى السلاسل بتاعته الطول بتاعها هيبقى اطول، لو الخيط عندي رفيع شوية فهنزود في عدد السلاسل. هنشتغل هو مكتوب على الشلة هنشتغل بإبرة رقم 4، لكن احنا هنشتغله بإبرة رقم 3.5. أول حاجة هنعملها نعمل عقدة بداية وهنسمي الله ونبدأ الشغل. هبدأ أشتغل 55 سلسلة، وهشوف العرض هيطلع عندي طول السلاسل هيطلع عندي قد ايه. اشتغلت 57 سلسلة. اشتغلت 57 سلسلة، وهقولك دلوقتي هنشتغل الجراب بغرزة ايه. طبعا احنا اشتغلنا اول حاجة طبعا في الارتفاع. هنشتغل الجراب اولا بالغرزة المجسمة، غرزة 3D بيبقى شكلها جميل جدا في الجرابات، وفي شغل الخيوط الصوف عامة بيبقى شكلها جميل. هنسيب اول غرزة، اول سلسلة، ونعمل غرزة نص عمود في اللي بعدها. طبعا غرزة النص عمود بنلف الخيط على الإبرة، وبعدين بنسحب خيط ونطلع من اللي على الإبرة 3 لفات اللي على الإبرة كله. وفي اللي بعديها هنشتغل منزلقة، غرزة نص عمود وغرزة منزلقة بنسحب الخيط بندخل الإبرة ونسحب خيط ونطلع بيه هو من على الإبرة. يبقى هنشتغل غرزة نص عمود وغرزة منزلقة لغاية ما نخلص السطر. خلاص، طبعا نظبط ايدينا واحنا شغالين، ولا نشد الخيط ولا نسيبه مرخي عشان الشغل يطلع مظبوط. هكملهم واوريكم السطر هيطلع ازاي. وصلت خلاص كده لنهاية السطر. اخر غرزة عندي اشتغلناها نص عمود. طبعا هنطلع سلسلة ونلف الشغل ونشتغل اول واحدة منزلقة. انا خلصت هنا قفلت السطر على نص عمود، فهشتغل بداية السطر اللي بعده منزلقة. انا طبعا ارتفعت السلسلة عشان السطر، وهشتغل اول واحدة منزلقة، وهنشتغل نص عمود. هيبقى شغلنا كله قايم على الغرزتين دول، واحدة نص عمود واللي بعدها منزلقة، واحدة نص عمود واللي بعدها منزلقة. بس عايزة اقولك بقى ايه، اوعي تتلخبطي وانت شغالة، يعني لازم تركزي واحدة نص عمود وواحدة منزلقة. لو اتلخبطتي في واحدة وعملتي مثلا اتنين ورا بعض منزلقة او اتنين ورا بعض نص عمود وكملتي الشغل، هتيجي بعد كده السطر اللي بعده تتلخبطي ومش هيبقى مظبوط خالص، الغرزة شكلها هيبوظ ومش هتبقى مظبوطة بالمرة. عشان كده بقولك لازم نركز واحنا شغالين. انا هنا وقفت على نص عمود، هعمل اللي بعدها منزلقة. هنشتغل عدد سطور لغاية لما ناخد الارتفاع اللي احنا عايزينه. طبعا لو بتشتغلي مصحف اكبر من ده هتقيسي
بالمزورة او بالمسطرة بتاعت الاولاد او باي حاجة، وتاخدي الارتفاع اللي انت عايزاه، وتعملي عدد سلاسل تقيسيها على الطول اللي انت قستيه عشان شغلك يبقى مظبوط. انا عاملة جرابين قبل كده كانوا كبار، كان ارتفاع المصحف 24 سنتي ونص، وكان عرضه تقريبا 19 سنتي او 20، متهيألي مش فاكرة بالظبط. بس عملنا له بداية سلاسل، كانت بدايته 68 سلسلة، واشتغلنا عليهم وكملنا، وكان جميل جدا. عشان كده بقولك لازم تقيسي عشان مقاساتك تبقى مظبوطة. هنكمل طبعا نص عمود ومنزلقة لغاية لما ناخد السطور اللي احنا عايزينها. هنكمل بنفس الشكل. وصلت هنا لنهاية السطر، واخر حاجة عندي عاملاها غرزة نص عمود. الغرزة اللي قبل اللي موجهة لها من تحت برضو غرزة نص عمود. انا كده عايزة ادخل في السلسلة اللي في اخر سطر، يا رب تاخدوا بالكم منها وما تنسوهاش. هندخل هنا عند اخر غرزة او اول غرزة بدأ بيها السطر، وهنطلع ونعمل منزلقة. شايفين؟ عشان كده هي اللي هتظبط لي السطر. وهنرتفع سلسلة ونلف الشغل ونبدأ نشتغل. هنبدأ طبعا هنا السطر هيبدأ بنص عمود. شايفين؟ في ملحوظة اقول لك عليها تاخدي بالك منها عشان تعرفي ان انت ماشية صح. هتعرفي ان انت ماشية صح ازاي وان انت ما تلخبطيش ولا حاجة. هنا في فراغين، فراغ قبل النص عمود وفراغ قبل المنزلقة. هتلاقي نفسك بتشتغلي منزلقة على المنزلقة، وبتشتغلي نص عمود اهو. هوريكي نص عمود في الغرزة اللي هي فيها نص عمود. شايفة؟ نص عمود فوقيه ونص عمود في اللي تحتيها. يا رب تكوني فهمتيني. ادي خلاص نص عمود. هنا بقى في غرزة المنزلقة اللي من تحت، هشتغل فيها منزلقة برضو، وهنا نص عمود هنشتغل فوقيها نص عمود، منزلقة هنشتغل فوقيها منزلقة. شايفة؟ هيبقى ده شكل الغرزة. يا رب تكون واضحة. هنكمل بنفس الطريقة او بنفس النمط، وبعدين نرجع نشوف هنعمل ايه بعدها. خلصت الجراب. هنشوف دلوقتي انا عملت، لو عدينا على الناحية دي هنلاقي عندي 20 سطر. 20 سطر. الناحية البارزة بعد الناحية البارزة بسطرين، الناحية البارزة 1 واللي تحتها 2. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 لو جيت قلبت الناحية دي هلاقيهم 22، لأن الناحية آخر سطر أنا عاملاه هنا بارز، وأول سطر ما أنا معديتوش برضو هيبقى بارز من الناحية التانية. يبقى عندي هتبقى ناحية 20 وناحية 22 الصفوف البارزة. هعمل ايه؟ خلاص كده وصلت للطول المناسب. هشتغل السطر اللي فوق كله حشو عادي. هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل حشو عادي في كل السلاسل، في كل الغرز، عشان ما ننساش ولا غرزة. لازم نخلي بالنا عشان في فراغات كبيرة وفراغات أصغر منها شوية، فيا ريت ناخد بالنا وما نعديش ولا فراغ. كل الغرز هشتغل فيها حشو عادي. هخلص السطر وهرجع اوريكم هنوصل لايه. انت عايزة تبعتي لصاحبتك تعالي عشان تقولي لنا صوتها. خلاص عملت السطر ده كله حشو عادي زي ما انتم شايفين، وبعدين هشتغل في الجناب برضو. هاخد الجناب كله صف حشو عادي برضو. بس هعمل هنا ايه بقى؟ انا هنا ملاحظة ان هو ممكن مفتوح شوية، وبرضو الناحية دي ممكن تكون بتمط شوية. انا عايزة اثبتها. هعمل ايه بقى لما هاجي اشتغل هنا؟ زي ما انا كده هعمل كمان غرزة حشو عادي في نفس الغرزة، وبعدين هشتغل في سطر وسطر. يعني السطر البارز مثلا هشتغل في السطر البارز، لكن السطر اللي داخل جوه لا. هعمل هنا كده وهشتغل في الفراغات. هسيب ده وهشتغل كده، هسيب ده وهشتغل هنا. شايفين؟ انا اشتغلت هنا، هسيب ده وهشتغل هنا، هسيب ده
وهشتغل هنا. شايفين؟ هسيب ده وهشتغل هنا. هنا برضو انا اشتغلت هنا اهو، هسيب ده وهشتغل هنا في نفس مكان الشغل اللي انا بشتغل فيه، وهنا كمان وهنا كمان وهنا. شايفين؟ عشان كده انا بظبط الدنيا هنا وبيبقى ماسك، ما بيبقاش بيمط معايا جامد. شايفين؟ اخلصه واكمل وهشتغل هنا برضو صف حشو عادي، وهشتغل الناحية دي زي ما اشتغلت دي، وهرجع اوريكم وصلت لايه. خلصت كده الجراب. شايفين؟ عملت كده داير ما يدور سطر حشو على كل الاركان بتاعه الجراب، بقى شكله كده هيبقى كده. طبعا دلوقتي عايزين نعمل اللي هو الجنب اللي هدخل فيه الغلاف بتاع المصحف. هنعمل ايه؟ انا عندي دي اخر غرزة حشو خلصتها، هلف بقى كده وهخش في الغرزة دي وهشتغل منزلقة. يبقى كده انا فوت اول غرزة دي، كده مش هشتغل فيها. هرتفع سلسلة وهشتغل غرز حشو على كل غرزة من الغرز اللي انا عملتها. طبعا مش هشد الخيط عشان ما يزرش مني، هشتغل حشو الجنب بس، يعني مش هلف ولا حاجة، هخلص بس الجنب ده. انا مريحة الخيط عشان انا اصلا مش شغالة في كل الغرز من الاول، عشان الجراب يبقى ايه، يبقى مشدود على المصحف، ما يبقاش مرخي والغلاف بتاعه يطلع من الجراب. زي ما انت شايفة اشتغل حشو بس، وزي ما انا مريحة الغرز اللي تحت هريح اللي فوقيها. هسيب الغرزة اللي في الاخر دي مش هشتغل فيها، زي ما احنا شايفين كده هيبقى تحسيه مشدود كده، بس هيفرد مع الغلاف بتاع المصحف. هخش فيها وهعمل منزلقة وهرجع هرتفع بقى ايه سلسلتين عشان هنشتغل بغرزة عمود بلف. عملنا سلسلتين واخش في اللي بعدها واشتغل عمود بلف على كل الغرز. هنشتغل عمود بلفة كده، هنشتغل 8 سطور، يعني هروح رايح جاي رايح جاي كده 8 سطور، هخلصهم واوريكم هيبقوا عاملين ازاي. انا عملت 7 سطور لقيتهم كفاية. من الجنب هنلاحظ طبعا ان الجنب اللي انا عاملاه صغير قوي، اصغر من الطول بتاع الجراب بكتير، بس انا عملت حسابي علشان لما نيجي نلبس الجراب للمصحف هيبقى مشدود ويبقى ماسك نفسه، ما يبقاش مرخي ويخرج من الغلاف. خلاص دلوقتي هنعمل ايه؟ هنقفله بقى من الجنبين. هعمل ايه دلوقتي؟ هشوف انا هشبك ازاي. طبعا هاتني من اول هنا كده، انا عامله 2 حشو، الحشو الاساسي العادي اللي كنت عاملاه حوالين الجراب في كل الاركان، وبعدين عملت واحد تاني حشو فوقيه، واشتغلت بعد كده غرزه عمود بلفه 7 سطور. 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6 7. خلاص دلوقتي هعمل هسحب الخيط، هاتني كده زي ما قلت عشان اعرف اساوي الجراب بتاعي، وهشوف عشان اساوي كله هشتغل وليكن على السطر ده. خلاص هعمل كده، هشد بقى الخيط من الغرزة دي. خلاص شدتها، وهشتغل بقى ازاي؟ هشتغل غرز منزلقة في كل، بصوا
هنشتغل، هنخش في الغرزة بعدها. هنخش في الغرزة دي تاني. هحاول اظبط بس ايدي عشان الغرز ما يبقاش شكلها مش حلو. شايفين؟ هخش في اللي بعدها، حتى ولو دخلت في نفس الغرزة بتاع العمود بلفة مرتين، لانه العمود بلفة انا ارتفعت له سلسلتين. وبعدين في اللي بعده هنشتغل كده منزلقة في كل الغرز. شايفين؟ احاول بس اهم حاجة اظبط ايديا. هكمل طبعا بنفس الشكل. اهم حاجة اظبط ايديا كويس عشان الغرز تطلع مظبوطة. هنشتغل غرز منزلقة فيهم كلهم، وبعدين هنلف نشتغل في الناحية التانية. دلوقتي ان شاء الله هنعمل مع بعض، هنعمل الجراب 2 يد عشان نمسكه منهم، هيبقى على شكل شنطة. عملت اول واحدة، هوريكم بس طريقتها بتتعمل ازاي. اول حاجة هعملها، هسيب قد مثلا 20-25 سنتي من الخيط الابيض، وهعمل عقدة بداية، وهشتغل 33 سلسلة. واحد، اتنين، اشتغلت 33 سلسلة. هشتغل بقى عليهم كلهم، مش هرتفع ولا حاجة. هشتغل غرزة نص عمود، هسيب سلسلة واحدة وهشتغل عليهم نص عمود. نص عمود بنلف الخيط لفة واحدة، ونطلع من على الإبرة، من على الخيط اللي على الإبرة كله، هتبقى نص عمود كده. خيط برنسيس، خيط جميل جدا في الشغل، ناعم وما بيضايقنيش جدا، ونتيجته بتبقى حلوة. هكملهم كلهم غرز نص عمود. انا بختصر في الفيديو عشان ما اطولش عليكم. خلصت السطر غرز نص عمود، هرتفع 2 سلسلة والف الشغل، واشتغل كمان سطر نص عمود. في كل غرزة هشتغل نص عمود. اخلص السطر كله، وبعدين ارجع اقول لكم هنعمل ايه بالخيط البامبا اللي معايا. عملت السطر التاني، سطر غرز نص عمود، بقى عندي سطرين. دلوقتي هشتغل سلسلة، وهسحب الخيط وهقص، وهخلي برضو عندي على قد كده 20 سنتي، 25 سنتي زي ما سيبنا في الاول، بس هو 20 سنتي كفايه يعني. هو ده اللي هنخيط بيه اليد في الجراب. دلوقتي عايزين نحط عليها كمان اللون اللي هو التاني اللي معانا. هعمل ايه؟ هعمل عقدة بداية، وبعدين همسك بداية السطر هنا، وهسحب العقدة اللي انا عاملاها، وهعمل سلسلة. وهشتغل ايه بقى؟ هناخد طرف الخيط ده معانا تحت الشغل، وهنشتغل. انا كده عملت اول غرزة من غرز الحشو اللي معايا، وهشتغل هنا كمان غرز حشو. هشتغل في كل الغرز اللي انا عاملاها غرزة حشو. هنعمل زي اطار على السطرين اللي احنا عاملينهم غرز نص عمود، هنشتغل عليهم غرز حشو عادية جدا وسهلة خالص. غرز الحشو من اسهل الغرز اللي ممكن تقابلك، وليها كذا شكل وكذا طريقة. احنا هنعمل الطريقة الاسهل والشكل المعتاد. هتبقى كده.
شايفين حتى شكلها في الاطار كده شكلها جميل جدا ورقيقه. هنكمل غرز حشو زي ما احنا ماشيين. طبعا كده خلاص احنا دارينا طرف الخيط اللي احنا بدأنا بيه. هكمل كله، هعمل اطار للسطرين كلهم لغايه لما اخلص هيبقوا زي كده بالظبط. خلصت السطر وهعمل غرزة منزلقة، وبعدين اداري اخر الخيط اللي معايا وابدأ بقى الضم الخيط الابيض في ابرة تنظيف علشان اخيطها في الجراب. طبعا انا اشتغلت دي، بفكركم تاني ان انا اشتغلتها، بدأت ب33 سلسلة وسبت اول سلسلة وعملت اشتغلت سطرين نص عمود وبعدين عملت لهم اطار بغرزة الحشو العادية. دلوقتي هجيب الجراب بقى عشان اخيطهم زي ما احنا شايفين، خياطة عادية جدا بس بحاول اخليها مش باينة عشان الالوان اللي معايا ما تبقاش داخلة في بعضها بشكل مش حلو. ممكن طبعا لو انت مخليه طرف الخيط الالوان اللي احنا عاملين بيه غرزة الحشو هو اللي زايد معاكي، ممكن تشتغليه بغرزة منزلقة على الجراب نفسه او تخيطي بالخيط الملون معاكي برضو. نحاول نثبتها كويس. هنعمل الناحية التانية زيها وهنبدأ نشتغل اللي هو اللسان اللي احنا هنعمل فيه الزرار عشان نقفل بيه الجراب. هنشتغل عدد من السلاسل بحيث يبقى مناسب، لان بعد ما البس الجراب يبقى زايد من الطرفين واعمل فيه عروة للزرار. طبعا تعملي عدد سلاسل على القدر المناسب يعني. انا عملت حوالي 30 سلسلة برضو، 30 او 33. عايزة تعملي اقل طبعا زي ما انت شايفة المناسب بالنسبة لك. هنشتغل عليهم بغرزة الحشو العادية وبعدين هلضم الخيط الابيض وهشتغل برضو اطار بغرزة نص عمود. نشتغل الاطار كله سطر نص عمود. خلاص كده خلص معايا، وهاجي في الاخر بقى هعمل غرزة منزلقة على الاطار اللي احنا عاملينه ده. يعني هيبقى اخر سطر عندي غرزة منزلقة، في كل غرزة هنعمل غرزة منزلقة. وانا بعمل الغرزة المنزلقة هجيب الجراب وهخيط في اللسان اللي احنا هنعمل فيه الزرار ده. هنخيطه بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هقص طبعا خيط بقدر تقريبا كده متر مثلا، متر او متر ونص يعني، وهسحبه لجوه في الناحية اللي جوه من الجراب عشان اشتغل بيه منزلقة. وهبتدي اثبته. خلاص كده عملت منزلقة وعلى لغاية لما انا لغاية طرف الجراب يعني لغاية قبل ما اقفل بيه، وبعدين هطلع برضه هشد الخيط واسحبه من بره تاني والف اعمل اكمل غرز المنزلقة حول اللسان كله. وهعمل بقى وانا بشتغل هعمل عروة للزرار. اشتغلت بقى 3 وردات عشان نزين بيهم، طبعا اللي عايز يستغنى عنهم براحته. هوريكي دلوقتي هعملها ازاي. هنعمل عقدة بداية ونعمل 4 سلسلة ونقفل بمنزلقة
هشتغل غرزة حشو جوه الدايرة، وبعدين هنشتغل بغرزة الباف. هعمل 7 غرز باف بين كل غرزة والتانية 2 سلسلة. هلف الخيط على الإبرة 4 مرات وبعدين هخرج منه كله وهشتغل سلسلتين. زي ما احنا شايفين هكمل 7 غرز باف بالشكل ده، وهنقفل بمنزلقة في آخر السطر. هقفل بمنزلقة في أول سلسلة فوق غرزة الباف اللي احنا عاملينها. خلاص بقت كده زي ما احنا شايفين. أنا عملت 3 وردات أبيض، منهم وردتين أبيض وواحدة بامبا هحطهم فوق الجراب هزين بيهم، وعملت واحدة كمان عملت لها إطار من الخيط الملون عشان أعملها بوك مارك أو نعملها فاصلة. هشتغل فيها 3 غرز حشو في الفراغ اللي بين غرز الباف، وغرزتين حشو في السلسلة في غرزة الباف نفسها. خلصت الإطار كله وهرتفع بعدد من السلاسل عشان أكمل عمل فصلة المصحف. طبعا أعمل عدد السلاسل اللي يناسب طول الجراب، وهنشبكها بغرز منزلقة من فوق في الطرف، وبعدين هتقص الخيط وتحاولي تداريه. دلوقتي هنحاول نركب خرزة في الوردات. طبعا دي حاجة ترجع لك، عايزة تركبيها مش عايزة براحتك، كل واحد يركبها بالطريقة اللي تعجبه. ممكن تلضمي الخيط وتربطيها من ورا عشان احنا كده كده هنخيط الوردة، فالعقدة بتاعة الخرزة مش هتبان من ورا. الطريقة اللي انت شايفاها دي بالظبط. هسحب الخيط من وسط غرز الباف وبعدين هعمل لها عقدة من ورا عشان تثبتها. يبقى هنخيط الوردات اللي احنا عاملينهم، كل واحدة هنخيطها باللون اللي احنا عاملينها بيه، يعني الابيض بالابيض واللون البامبا بالبامبا. نخيط كده بالشكل المناسب. خيطناهم بالشكل ده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت، وكمان تدعموني باشتراك في القناة. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ده بقى شكله، يا رب يعجبكم تنفذوه وتبقوا مبسوطين بيه.